بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة. قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. تعرضنا في بعض الفيديوهات السابقة إلى بعض حروف الخط الكوفي الفاطمي، وقلنا إن في بعض الحروف كانت متشابهة، وهي حرف الفاء اللي احنا كنا خدناه، وأيضا حرف الخاف اللي احنا اشتغلناه مع بعض، وايضا حرف الواو ده قاف نقطتين فوق، اما ده واو. احنا مشينا من هنا اربعه ومشينا من هنا اربعه، اما هنا طلعنا لغايه اسفل صلب السطر، اما هنا احنا طلعنا من اقصى نزول، ما دي كانت اقصى نزول، خلي بالك معايا، دي كانت اقصى نزول، طلعنا منها 3.5 مللي ومشينا الاربعه ورحنا عاملين حرف الواو. الكلام ده تعرضنا اليه في يعني الفيديو السابق. النهارده احنا عايزين ناخد حرف بسيط جدا، ولكن هو ذات اهميه، لان ممكن تجيني كلمه فيها الحرف اللي احنا هنشتغله النهارده، وهو حرف اللام. يلا بينا عشان نشتغل حرف اللام كده مع بعض. اذا نبدا في حرف اللام، وخلي بالك بس من حاجه مهمه، ان حرف اللام فقط، غير اللام الف. اللام الف فيه اشكال متعدده كتيره جدا، وهو عايز يعني شغل شويه في يعني وانتباه في اثناء عمله. اما حرف اللام فهو حرف سهل اللي احنا هنشتغله برضه. يلا بينا نشتغل حرف اللام. يبقى عشان نعمل حرف اللام انا برضه بنحاول ناخد بقدر الامكان خط. انا حتى عامله مبدئيا اهو، الخط ده لازم ناخد بالمثلث كده عشان يبقى قائم مظبوط اهو، وبعدين بنستكمله لغايه اعلى، لان حرف اللام من الحروف الطويله اللي هي بتشتغل من اقصى ارتفاع لحد اقصى نزول. والخط انتبه ان الخط اللي انا بنعمله ده اهو هو خط مساعد. طيب الخط اللي انا عملته ده ايه اللي هنعمله منه؟ هنمشي منه 8، وال8 عند مسطرتي اهي، مشيت كده 8، ننزل لغايه تحت كده، وحتى في نقطتين علشان المسطره ما كانتش بتجيبني، يعني يبقى الخطوط بتاعتي برضو الى حد ما منتظمه. يبقى برضو اهو مشيت 8، خلي بالك هنكتب لك برضو الكلام ده. خط مساعد ما فيش اي مشكله. يبقى الشويه اللي انا مشيتهم من هنا لهنا دول 8 مللي. طيب انا عايز نعمل ترويسه لحرف اللام، هننزل 12 من اعلى، من اقصى ارتفاع هننزل 12 اهو. بنعمل خط صغير كده اهو، نطلع هنا 4، طلعنا كده 4. هنكتب لك انا الكلام ده يبقى انا نزلت الشويه دول هنا، من هنا لغايه هنا دول 12 مللي، اما الشويه اللي انا طلعتهم دول 4 عشان نعمل ترويسه اهي بهذا الشكل كده، زي ترويسه الالف. يبقى عملنا الترويسه بتاعتنا اللي فوق. خلي بالك برضو حرف اللام من الحروف اللي هي يعني بتاخد من اقصى ارتفاع الى اقصى نزول، وهو لما يبقى مفرد يبقى لوحده، يعني زي كلمه بلاد ما احنا كاتبين هنا مثلا اهي، هو يجي من اقصى ارتفاع الى اقصى نزول. عند اقصى نزول هناخد مسافه، انا عايز نشيل لك ده كده اهو، لان هنقيس من هنا 36، فانا عندي المسطره فيها 20، يبقى لغايه هنا ما 8 و4 و8 20، وبعدين كمان لحد هنا 20 و20 40، لا هو 36، يبقى هشيل 4 اهو، يبقى لحد هنا. يبقى اللي انا عايز نقوله من هنا اهو، نعمله حتى بلون تاني كده مخالف، من خط البدايه لغايه هنا المسافه دي 36 مللي، يعني 4 سمك ونص. ليه 4 سمك ونص؟ او ايه يعني معناها ايه 4 سمك ونص؟ 4 سمك ونص يعني ما هو السمك متفقين عليه، وقلنا هذا الكلام ده قبل كده، ان هو 8 مللي، 4 في 8 ب 32، حط عليهم 4 اللي هو النص، 4 في 8 ب 32، حط عليهم نص ب4 يبقى 36. يبقى المسافه دي من خط البدايه لغايه هنا ديت 36 مللي. طيب هنخش من الخط اللي انا عملته ده اللي هو على بعد 36 مللي، نخش منه 8. مسطرتي معايا مريحاني اهي، هنخش منه كده 8.
يبقى انا دخلت الحته دي 8 وانا عندي اساسا التصويره بتاعتي 8 4 8. طيب يبقى انا عندي هنا مسافه 4 اهي، هناخد دي بدي كده نوصلها بدي كده ونوصل دي بدي كده، نقدر نقول لك مبروك عليك حرف اللام خلص، نبينه عشان يبان معانا مفيش مشكله. احنا دلوقتي بنبين حرف اللام اهو لحد تحت كده، ومن هنا كذلك اهو. نيجي نبين الجزء التاني اهو، نوصل دي كده ونوصل الجزء التحتاني اللي هو عند اقصى نزول بهذا الشكل. يبقى نقدر نقول لك ان حرف اللام الف كده احنا عملناه. دي لحد 10 سنة نحاول نبينه، حتى نبينه باللون الابيض مفيش مشكله. هنا عندنا الوان ثانيه، عندنا بقى الحروف الثانيه احنا نديله لغايه هنا اهو هذا شكل ونحرك كده اهو عشان بس يكون اكثر وضوحا. اذا يبقى ده حرف اللام، بس وضعه ايه او ايه حالته؟ وضع حرف اللام بالشكل ده مفرد زي كلمه بلال، وانا حاطط دايره هنا باللون البرتقالي ده على اللام لان هو ما انشبكش بحاجه، فهو هنا مفرد، حرف اللام مفرد. طيب لما يجي خلي بالك بقى معايا، لما يجي مبتدئ متصل، لا يبقى انا هسيب الشويه اللي هم تحت دول، الشويه اللي تحت دول ماليش دعوه بيهم اهو. لما يتصل خلي بالك وانتبه، يتصل من عند صلب السطر، ما احنا اتفقنا ان ده صلب السطر، يتصل من هنا. يبقى انا بنمشي كده حتى بلون تاني اهو، بنمشي من هنا 4 وبعدين حتى لو في 4 لغايه هنا كده باللون ده كده اهو كده، لان ما بين الحرف والحرف 4 وما بين الكلمه والكلمه 4 يعني 4 مللي. لا بنيجي هنا ونوصل الحرف اللي بعديه من هنا كده. يبقى اذا علشان يبقى اللام مبتدئ يعني في الاول، مش مبتدئ يعني مبتدأ وخبر، لا يعني مبتدئ يعني هو في الاول مبتدئ اهو، وبعدين اتصل بحرف زي كلمه لبن، زي كلمه بعدها الباء زي كلمه لبن، يبقى هو نشيل الحته اللي تحت من هنا يبقى مبتدئ متصل. طيب لو هو وسطي لا برضه يتصل بحرف جنبيه من هنا، بس الاتصال في ايه؟ الاتصال ايضا على صلب السطر اهو من هنا كده. يبقى برضه لما يبقى وسطي اتصل بحرف جنبيه واتصل بحرف، ومالناش دعوه برضه بالجزء التحتاني، الاتصال يبقى عند صلب السطر. زي كلمه ايه؟ زي كلمه سلم مثلا، يعني السين جنبيها اللام وبعدين هتبدا يبقى هو في النص، الاتصال عند صلب السطر. طيب يبقى دي ثالث حاله، احنا قلنا غالبيه الحروف لها 4 حالات، يا اما مفرد، يا اما مبتدا متصل ادي 2، يا اما وسطي ادي 3، يا اما متصل منتهي. يبقى باقي متصل منتهي. لو هو بقى متصل منتهي يعني اتصل بحرف جنبيه وهو في الاخر زي كلمه ليل، لا يرجع تاني للحرف الاصلي ينزل، يبقى هنا في ياء وبعدين ينزل لحد، يبقى عندنا حاجتين، مفرد لحد الاخر، متصل منتهي لحد الاخر، مبتدئ متصل يبقى هو عند صلب السطر، وسطي عند صلب السطر. ده ما يخص حرف اللام، وليس اللام الف. اللام الف لها شغل ثاني خالص، لكن ده حرف اللام. وزي ما بقول ليه 4 حالات وقلنا عليهم، 2 بيبقى لحد اقصى نزول او عند حد السطر الاخراني خالص، اما في حالتين التانيين بيبقى الاتصال عند صلب السطر.
يبقى اذا هذا ما هو متعرض بحرف اللام، وان شاء الله برضه في القريب العاجل ان شاء الله، لان احنا لما رجعنا لكم صراحه انتوا حمستونا ان احنا نرجع نشتغل من تاني، ونحن سعداء بذلك. الى لقاء قادم ان شاء الله في حرف اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.